السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هنعمل يا جماعة الكمونية أو الكرشة بطريقة سهلة وبسيطة. أنا كنت منضفاها مع حضراتكم قبل كده. هي دي القطعة كنت منضفاها قبل كده مع حضراتكم. إن شاء الله نعملها بطريقة جميلة جدا تعجبكم. بصوا، أنا غسلاها تاني، شطفتها تاني شطفة كويسة كده. بعد ما فكيتها من التلج وقطعتها حتت صغيرة. جبت مية وحطيتها على النار، مية مغلية حطيتها على النار، وهحط فيها الكرشة. يا دوبك يعني ايه تغلي غلوة بس، وهنزلها على طول. اقلبها واسيبها تغلي، هو طبق واحد يعني. إيه، تغلي غلوة عشان احنا عندنا في ناس ما بتاكلهاش يعني. إيه، ولا خسرانين كتير، دي جميلة وطعمها في منتهى الجمال. هقلبها ويا دوبك الغلوة دي وخلاص، وهطلعها وهرمي المية ديت، مش محتاجة المية بقى ديت في اي حاجة تانية. المية بس، مية من غير اي حاجة خالص، مية سادة من غير اي حاجة خالص. بصوا يا جماعة تنظيفها جميلة ازاي وبيضة ازاي، بسم الله ما شاء الله، حلوة قوي. هي بيبقى طعمها جميل جدا بردك، وليها طعم كده جميل يعني اما تبقى متنضفة بالذات حلو. يعني اهم حاجة التنظيف، اهم حاجة في الكرشة ان انت تنضفيها كويس. جبت حتة دهن كده صغيرة وعليها حبة زيت، حطيتها كده يا دوبك تسخن جامد كده، وهنزل عليها قطع الكرشة. يمكن لو كان اسمها حاجة غير الكرشة كان الناس كلها أكلتها أو حاجة يعني. مش عارفة هم معترضين عليها ليه، مع إنها جميلة جدا. خاصة هي لازم تتنضف كويس، ده أهم حاجة فيها عشان تتاكل وتبقى كويسة، لازم تنضفيها كويس جدا. أهم حاجة يعني، يعني أهم من طبيخها وكده. إنها لازم تتنضف. أنا شفتها بتتعمل مرة بطريقة زي الشاورما، بتتسلق وتتقطع كده زي الشاورما وتحط عليها نفس توابل الشاورما، وبتبقى جميلة جدا برضه. بعد ما حطيتها كده شوحتها تشويحة كويسة كده، اخدت من السمن ومن الزيت والدهن. حطيت عليها بصلة كبيرة، وهقلبها تقليبة كويسة برضك مع البصل، بس مش هسيب البصلة تغير لونها. قلبها تقليبة حلوة كده بس. واحط معاها برضك 4 5 فصوص توم كده بالدقة بتاعتهم، بالفلفل اخضر يعني وشطة، و... وهقلبها تقليبة حلوة برضك كده معاها. تدي التوم بيديلها ريحة وطعم، مع البصل بيبقى في منتهى الجمال. لو انت عايزة تحطي وانت بتسويه هنا حبة فلفل اسمر ماشي، بس الفلفل الاسمر بيغمق اللون الصلصة بتاعتها، التسبيكة بتاعتها بيغيرها. هحط بقى دقة التوم، هقلبها تقليبة حلوة برضه. لو انت عايزة تحطي فلفل اخضر، 2 فلفل اخضر. بعدين ضربت 3 طماطمات كده في الخلاط وحطيتهم فوقها، وهقلبها كده تقليبة حلوة، وهسيبها مع بعضيها كده تتسبك. يعني هسيبها من غير ما احط مية ومن غير ما احط اي حاجة، بس اخد بالي منها لان هي بتعمل يعني بتشيد بسرعة او بتلحق من تحت كده بسرعة. اهو يا جماعه بصوا بقى، وبهدي عليها النار تغلي كده، وبهدي عليها النار، مش هزود عليها اي حاجه خالص. الحله طبعا كبيره عليها، نقلتها في حله تانية. بصوا يا جماعه، بصوا الجمال، لسه ما حطيتش عليها اي حاجه، يعني جميله جدا ما شاء الله. بأكد يا جماعه، علشان تاخدي كرشه طعم حلو لازم تنضفيها كويس. يجي بقى دور التسويه. بسم الله ما شاء الله، الطريقه دي حلوه جدا وهتعجبكم ان شاء الله. حطيت هي قلبتها حلو، محطتش عليها لسه اي حاجة خالص. هزودها بقى حبة مية عشان تستوي براحتها، وههدي عليها النار، اسيبها تغلي غلوة. هي بتاخد وقت على النار يعني، ممكن تاخد من ساعة لساعة وربع على النار. هغطي عليها واسيبها تستوي براحتها بقى. يعني بسم الله ما شاء الله جميلة جدا، احنا بنحبها مستوية قوي يعني. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. اهي يا جماعة، بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله. حط بقى عليها كمان يا جماعة التوابل بتاعتها بسيطة جدا. هي التوابل عبارة عن فلفل اسمر وكمون وحبة كزبرة ناشفة بس كده. دي كل التوابل بتاعتها، ما تجوديش اي توابل تانية علشان طعمها تحتفظي بالطعم بتاعها. بسم الله ما شاء الله، دول حبة
اسيبها بقى تغلي غلوة مظبوطة مع التوابل بتاعتها، وهتنزل بقى. بصوا يا جماعة جميلة جدا وشكلها جميل وطعمها في منتهى الجمال. الطريقة ديت سهلة وبسيطة وبتخلي طعم الكرشة حلوة وجميلة جدا. ادي الطبق اللي انا عملته ده، هو كل الطبق ده اللي انا عملته بتقدم مع حبة رز. في ناس بتحب تاكلها بالعيش يا جماعة، انا عملت معاها برام الرز ده. إيه لو انت هتاكلها بالعيش عادي بتبقى جميلة جدا برضه اهي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، طعمها في جميل جميل جدا. اتمنى انتوا تعملوها بالطريقة دي. الكرشة دي انا كنت نضفتها مع حضراتكم، اللي هي في تنظيفات العيد الكبير، يعني تجهيزات العيد الكبير. بسم الله ما شاء الله حلوة جدا. اتمنى تعملوها، واتمنى برضك انها تعجبكم، واتمنى تشتركوا في القناة ولايك للفيديو واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.